السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ديليس روعة المذاق. اليوم غنوجدوا مع بعض تحليه اولا ديسير بطريقه سهله وبمكونات بسيطه ومتواجده في كل بيت. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، تنزلوا تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. ويلا نبداو الوصفه ديالنا. بالنسبه للمكونات، عندنا نصف لتر ديال الحليب، عندنا 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده وطبعا كيبقى حسب الذوق ديالكم، 2 معالق كبار ديال كاكاو بودره. انا بالنسبه لي هنا استعملت الكاكاو بالحليب، ممكن تستعملوا كاكاو اسود حتى هو طبعا كيبقى حسب اللون اللي بغيتو. وعندنا هنا 3 المعالق كبار ديال نشا الذره. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه غنبداو بها هي غنخلطوا النواشف ديالنا اي لي بودر ديالنا. عندي هنا نوضعو على نار مهيله وكنخلط جيدا. حاولوا ما توقفوش على التحريك باش السكر ما ينزلش لكم في القعر ويتحرق، وكذلك نشا الذره ما تلصقش لكم في الاسفل، فحاولوا ما توقفوش على التحريك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. صراحه هاد التحليه كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه، المذاق ديالها زوين وفكره اللي جديده. نتمنى تعجبكم بزاف وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، صراحه كيشجعوني بزاف وكيعطيوني قوه انني نكمل في الفيديوهات ديالي ونعطيكم الجديد. فما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبلي لايك. وإلا كنتي اول مره كتشوف الفيديو ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي. مهم كيف قلت لكم انا غادي نبقى نحرك حتى يعقد لي الحليب، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم بقيه تتمه الوصفه. تنبقى كنحرك حتى كيعطيني هاد الفقاعات كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. نحيدو من فوق العافيه. دابا كنطفي عليه البوطه. من بعد ما وجد ليا الخليط كناخذ علبه ديال الحليب فارغه على هاد الشكل. انا غنستعملها هي المول ديالي في هاد التحليه. تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. انا بالنسبه لي غنستعمل هاد المول اللي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مول، فانا غنستعمل هاد العلبه ديال الحليب. غنحاول ناخذ علبه ديال الحليب فارغه على هاد الشكل. غنحاول نقطع عليها هاد الجانب. كتولي لنا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غنحاول نخوي فيها الخليط ديالي.
كتجي زوينه بزاف، كتجي هشه، المذاق ديالها كيجي رائع. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. كيف شفتوا المكونات ديالها بسيطه ومتواجده في كاع البيوت. فإلا عجبكم بحال هذا النوع ديال لي فيديو اللي كتكون وصفات سريعه بمكونات بسيطه، فما عليكم غير تخليو لي في لي كومونتير. وكذلك الا عندكم بعض الاقتراحات او بعض الوصفات بغيتو نحضرها معكم او لا بغيتو نحضرها لكم لاول مره، فما عليكم غير تخليوها لي في لي كومونتير وان شاء الله نوجدها معكم. وإلا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو، اول مره كتزور هذه القناه، فما تنساش تنزل تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي، وتلايكي الفيديو. والى الفيديو القادم باذن الله.